بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في ملعب السير، وتحياتي لكل المتابعين. النهارده عندنا ليله من الليالي الممتعه والساحره في الدوري الاكثر اثاره اكثر متعه، الدوري الانجليزي. النهارده عندنا مباراتين مهمين جدا جدا هنتكلم عنهم في الجوله العاشره. مباراه ليفربول في مواجهه استون فيلا، ومانشستر سيتي في مواجهه بورنموث. مباريات هتكون قويه جدا، كلام في منتهى الخطوره هنتكلم فيه. يلا كله بسرعه يعمل فولو لصفحتنا على الفيسبوك، كل يفعل اشتراك على قناتنا على اليوتيوب عشان يوصل لكم كل جديد اول باول من ملعب السير. طير على ملعب الانفيلد اللي هيستضيف مباراه ليفربول، مباراه صعبه جدا على فريق ليفربول، وخاصه على المدير الفني ارن سلوت. عليه ضغوط كبيره جدا من الاعلام ومن الجمهور، ويمكن دايما بنقول لازم هنا في الحاله دي القاده هي اللي بتتدخل، لان القاده دايما بيبقى ليهم رؤيه على العكس من الجمهور ويتعامل مع الاحداث. ليه بنقول الكلام ده؟ لان فريق ليفربول النهارده داخل على مسارين ملهمش ثالث، في مسار مظلم وفي مسار هيكون فيه امال وطموحات كبيره جدا بقياده ارن سلوت قادر ان هو يحققها. المسار المظلم ان انت تمشي في طريق الهجوم العنيف الاعلامي، وايضا بالنسبه للشارع والجمهور الغاضب نتيجه الاخفاقات الفتره الاخيره. الاخفاقات دي حصلت ليه؟ كانت اسبابها واضحه، في مشاكل كبيره جدا في خط الدفاع، بالاضافه الى اضافه بعض العناصر على التشكيل بعكس الموسم السابق. بعض الاراء بتقول نجح الموسم السابق علشان خد فريق جاهز. خلينا نتكلم بمنتهى الواقعيه، يورجن كلوب على مدار 9 سنين ما حققش غير بطوله دوري انجليزي وحيده، انما النهارده ارن سلوت مدير فني شاب عنده 46 سنه، لسه جاي بيدرب لاول مره في الدوري الانجليزي، وفاز ببطوله الدوري الانجليزي، وحقق اللي ما حققوش يورجن كلوب مع المجموعه اللي كانت موجوده الموسم السابق. ومع المجموعه دي في اول 5 ماتشات في بطوله الدوري الانجليزي حقق نتائج ايجابيه جدا. للاسف لما ابتدى يبقى عنده اصابات 6 لاعيبه من العناصر الاساسيه، بالاضافه الى انه فان دايك وكوناتي مرهقين جدا، وزي ما اتكلمنا قبل كده مش من الطبيعي ان هم هيتحملوا ضغط المباريات الكبير جدا، في ظل ان مفيش سكواد، مفيش صف ثاني في مركز 6 والظهير الايسر. بالتالي انت كاداره مطالب ان انت تبقى عارف نقاط الضعف اللي موجوده في فريقك، وانت اللي تتحمل مسؤوليتها، لان انت عارف ده من البدايه. نضرب المثل بفريق زي مانشستر سيتي، وقفوا بشكل قوي جدا ضد الاعلاميين وضد الغضب الجماهيري، وقدروا ان هم يدافعوا عن جوارديولا الموسم السابق على الرغم انه ما حققش بطولات، ولكن الموسم ده ابتدى الاداء يتطور وابتدى الاداء يتحسن، على الرغم ان جوارديولا كان عنده خبره كبيره جدا على مدار 9 سنين او اكتر في بطوله الدوري الانجليزي، على الرغم من الاخفاق الكبير جدا اللي واجهه، كان بيخسر في 9 مباريات وفي 10 مباريات. ارن سلوت عاجبني قوي في شخصيته، مستمر في ضبط النفس وبيتعامل مع الامور، بيتكلم مع النقاد وبيتكلم مع الاعلاميين. الراجل بيقول انا ما عنديش اعذار، انا مطالب ان انا الاقي حلول، ولكن لما بيكلموه عن اسباب الاخفاق ايه بيوضح لهم الاسباب، على العكس من جوارديولا. الحقيقه كان بيعيط السنه اللي فاتت وكان بيقعد يقول انا عندي لعيبه عندها اصابات. في النهايه متحمل مسؤوليته، وده بيدل ان هو شخصيته صلبه وقادر انه يتعامل مع المتغيرات، وقادر ان هو يواجه الاحداث والتحديات العنيفه بشكل قوي جدا وبشكل صارم. الحقيقه انا شايف ان ارن سلوت شخصيه مختلفه وشخصيه استثنائيه وعنده فكر استثنائي، ولكن هل يا ترى اداره ليفربول هتقف بمنتهى القوه زي ما وقفت اداره مانشستر سيتي مع جوارديولا؟ ده اللي احنا هننتظره. مباراه استون فيلا وليفربول، وطالب ليفربول ان هو يحقق فيها انتصار. ارن سلوت ما عندوش بديل. ليفربول الموسم السابق بقياده ارن سلوت فاز على استون فيلا 2-0، قادر ان هو يحقق انتصار، وقادر ليفربول يرجع بمنتهى القوه. بالنسبه للمتابعين الفانتازي اللي بيقولوا لي يا عمور طب هنعمل ايه؟ الدنيا بتغرق كده، على الرغم ان صلاح ريسك، لكن برضه لسه بقول يلا نكابتنه، وان شاء الله عندنا امال كبيره جدا في فريق ليفربول.